لو عايزين أكلة جديدة ومش تقليدية وكلها في حلة واحدة يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة، خطيرة. أول حاجة أنا استخدمت الفرانكفورترز الدجاج المدخن من مفازة، وبحب قوي ان انا بغلي ميه على النار وبحط فيها حوالي مثلا دقيقه واحده وبطلعه على طول، وبعد كده بقطعه طبعا. هنا بعد كده بسلق المكرونه، استخدمت المكرونه ريجاتوني، استخدموا اي مكرونه عندكم، ده شكلها. وخطوه مهمه، بعد ما تتسلق باخد كوبايه من ميه سلق المكرونه هستخدمها في الصوص، زيت زيتون، بصلايه صغيره متقطعه صغير، قطعت الفرانكفورترز كله وضفته على البصل وهبدا اقلبه لحد ما ياخد لون حلو هو والبصل. بعد كده هضيف عليه نص معلقه من الثوم، وكمان طماطمايه كبيره متقطعه مكعبات، فلفل الوان وحار ده اختياري طبعا، هضيفهم عليه. والتوابل اللي هستخدمها النهارده ملح وفلفل، بابريكا مدخنه، واي توابل للفراخ متوفره عندكم. هديهم كده تقليبه مع بعض، عايزه اقول لكم الريحه والالوان خطيره. بعد كده هضيف معلقتين من الصلصه برضو هقلبهم تقليبه، وبعد كده هنضيف عليهم كوبايه ميه سلق المكرونه. كمان انا بحب اضيف كريمه، استخدموا اي نوع كريمه متوفر عندكم، او ممكن نستبدلها بالحليب مع القشطه ومعلقه نشا. هقلبهم كده تقليبه مع بعض، وبعد كده هنضيف اخر حاجه هي المكرونه. اول ما الصوص يبدا يغلي هنضيف عليه المكرونه ونسيبها تغلي بقى مع الصوص وكل الاضافات الحلوه دي لحد ما الصوص بتاعنا يتقل تماما. رشه البقدونس دي اخر حاجه، جربوها متاكده هتحبوها.